بالتخصص الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري لكرة القدم. الهدف الأول أو بهدفين بيسجلهم تريزيجيه في الشوط الأولاني، وجراديشار مع بداية الشوط الثاني. الأهلي بيصعد للمباراة النهائية في السوبر لملاقاة الفائز من بيراميدز والزمالك. هدف الأولاني اسيست من زيزو بأوفر ولا أروع، اتعمل كتير وضاعت كتير من الأهلي كرة زي دي. تريزيجيه بهده بيحطها في بسام. الكرة التانية عرضية جميلة وجراديشار بيعملها، بعديها مضيع كرة زيها حتى لو كانت اوفسايد. يعني بعديها جراديشار مضيع كرة زيها حتى لو هي اوفسايد اسهل منها. يعني نفس الكرة اللي ضيعها في الماتش الاخير بتاع الاهلي، نفس الكرة بالظبط اللي مضيعها وحاططها في العارضة في ماتش المصري. اختها دي برضو ضيعها. يظهر ان هو ملوش في العرضيات وما بيحطش ببطن رجله، ما بيستعملش بطن الرجل، مش عارف ازاي بصراحة. المهم ان الاهلي وصل للنهائي. بجد مباراة غلسة قوي قوي. والاهلي برضو بعد الهدف الاولاني ما سجله دافع، وبرضو مش فاهم ليه. والكرة جاية من ثرو معمول في قلب الدفاع، محمد هاني ما غطاش مع اللعيب ومش عارف ليه برضو ما كملش جري معاه. يعني اللي كمل جري معاه كان مرعي. يعني ازاي مش فاهم يا محمد هاني بجد. برضو الهدف الثاني الاهلي سجله وبعدين بدأ يدافع من بداية الشوط وبيلعب على الهجمات المرتدة، وتروب جه يغير، مغير الاثنين الجناحات بتوعي، مغير لعيبه مدافع. بيقول للسيراميكا امسكي بقى الماتش اخر 10 دقايق. مسكوا الماتش اخر 10 دقايق، هما مسكوا الماتش اخر 10 دقايق. وكرة بتيجي لانفراد طاهر وعبد القادر. مش فاهم، الاثنين بيتمرقعوا. ما هي ملهاش كلمه تانية غير الكلمه دي. الاثنين بيتمرقعوا قدام الجول في كرة انفراد، وفي اخر الشوط اللي هو ينهي الماتش خالص ويشيل القرف اللي احنا كنا عايشين فيه. لعيبه المصري وجماهير الزمالك هيقعدوا يتكلموا يبنبقوا كتير علشان خاطر الكرة اللي ما اتحسبتش ضربة جزاء في الدقيقة 92. نفس الكرة اللي اتحسبت لكم او اتحسبت لكم ضربة جزاء. فاكرين الاحتواء؟ الكرة جاية من الارض لايد اللعيب واتحسبت ضربة جزاء. فاكرين عادل؟ فاكرينه؟ الله يخرب بيتك، الكرة راجعة من الارض ورجع حسبها ضربة جزاء. هي دي نفس الكرة، دي نفس الكرة اللي انتوا عايزين تحسبوها ضربة جزاء. كرة ملعوبة خبطة في الأرض وراحت إيد اللعيب. راحت في إيد اللعيب وخمست إيده فعلا، ولكن جاية من الأرض، ارتدادها من الأرض. نفس ضربة الجزاء اللي اتحسبت لكم وفزتوا بيها الماتش بتاع السنة اللي فاتت. في النهاية الأهلي في النهائي منتظر بيراميدز أو الزمالك. أعتقد إنه بيراميدز الأقرب في ظل السكاوتنج الرهيب اللي زي ما جماهير الزمالك بتقول هم هيعملوا حاجه قدام بيراميدز. اشوفكم ان شاء الله بعد مباراه بيراميدز والزمالك عشان نشوف مين الطرف الثاني اللي هيقابل النادي الاهلي. الف مبروك لكل اهلاويه.